يا أهلا بكل اللي بيسمعونا في قناة أحمد ستوري. النهاردة معانا ملخص فيلم جديد اسمه باد تيتشر. لكن قبل ما نبدأ اوعوا تنسوا تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. فيلمنا بيبدأ في مدرسة، وبيكون المدرسين عاملين احتفال بمناسبة نهاية العام الدراسي. وفي وسط الاحتفال المدير بيقول للمدرسين إن مس إليزابيث قررت إنها تسيب الشغل، وبيطلب منهم إنهم يودعوها. بعدها مس إليزابيث بتدخل وبتسلم على المدرسين الموجودين، والمدير بيكافئها وبيديها قسيمة شراء ب $30. بعدها بيطلب منها إنها تقول كلمة أخيرة لزمايلها المدرسين، فبتقول لهم إنها اتعلقت جدا بالمدرسة وإنها بتحب المدرسين والطلاب جدا، لكنها لازم تسيب الشغل لأنها بقت مخطوبة، وبتسيب المكان وبتمشي. بنعرف إنها مش فارق معاها المدرسة لأن خطيبها الجديد معاه فلوس كتير وهي عايزة تستمتع بفلوسه. بعدها بتروح تركب العربية الجديدة اللي جابها لها خطيبها وبتروح عنده البيت. لما بتوصل البيت بتلاقي خطيبها وأمه مستنيينها، وخطيبها بيقول لها إنهم لازم ينفصلوا، وبيقول لها إنه مش عايز يكمل معاها. أمه بتقول له إنها مش مخطوبة لابنها عشان بتحبه، لكن عشان طمعانة في فلوسه. ولما بتحاول تدافع عن نفسها بتقول لها إنها خدت من شركة ابنها $15,000 في شهر واحد بس، وصرفتهم على اللبس والميك اب. خطيبها بيكون مصمم إنهم ينفصلوا ومش بتكون عارفة تعمل إيه، فبتسيبهم وبتمشي. بعد 3 شهور بتخلص الأجازة وإليزابيث بترجع تاني لنفس المدرسة اللي كانت شغالة فيها. بنعرف إنها مش عايزة تشتغل في المدرسة ولا تشتغل أصلا، بتكون عايزة شخص غني ترتبط بيه علشان يصرف عليها. لما بتدخل أوضة المدرسين بتقابل إيمي زميلتها اللي بتسألها أنت حزينة ليه؟ فبتقول لها إنها انفصلت هي وخطيبها لأنه كان بيخونها وده مأثر على نفسيتها. وبنعرف إنها قالت كده لإيمي لأنها بتكرهها ومش عايزاها تبقى فرحانة فيها. بتدخل إليزابيث مكتبها وبتفكر إزاي إنها تلاقي شخص جديد ترتبط بيه، وبتفضل تدور في مجالات الأزياء عشان تختار فستان جديد لزوم الشغل. في الوقت ده بتيجي صاحبتها وبتطلب منها إنها تخرج معاها عشان يتغدوا بره، فبتوافق إليزابيث. وأول ما بيخلص الشغل بيروحوا مطعم عشان ياكلوا. هناك إليزابيث بتقول لها إنها عايزة تعمل عملية تجميل عشان يبقى شكلها أحسن وتقدر ترتبط بشخص غني في أسرع وقت، لكن المشكلة إنها مش معاها فلوس. ولين بتقول لها إن ده أفضل حل عشان ترتبط بسرعة، لكن عمليات التجميل مكلفة جدا وهتحتاج إنها تشتغل عشان توفر تمن العملية. تاني يوم بنشوف إليزابيث وهي داخلة الحصة بتاعتها متأخر، وبتبقى مش عايزة تشتغل، فبتخلي الطلاب يتفرجوا على التلفزيون وبتسيبهم وبتنام على المكتب. بعدها الجرس بيضرب وبيجي وقت الغداء، فبيجي زميلها جاك. بنعرف إنه مدرس ألعاب معاهم في المدرسة، وواضح إن جاك معجب جدا بإليزابيث. لما بيطلب منها إنها تخرج معاها بترفض من غير ما تفكر، وبتقول لها إنها مش بتخرج غير مع الأغنياء وهو مش غني. بعدها بتسيبه وبترجع الفصل بتاعها. في الوقت ده بتقابل مدرس جديد وبيكون باين من لبسه إنه شخص غني جدا، فبتروح بسرعة عشان تتعرف عليه وبتعرف إن اسمه سكوت. فبتفضل تتكلم معاه وبتسأله لو كان غني ولا لأ، فبيستغرب سكوت من السؤال وبيقول لها إنه من عيلة غنية جدا. فبتكمل كلامها معاه وبتحاول إنها تتعرف أكتر عليه. لما بتسأله لو كان مرتبط ولا لأ بيقول لها إنه كان مرتبط، لكنه انفصل عن حبيبته من فترة قريبة، وبيوريها صورة حبيبته على التليفون. ولما بتسأله أنت ليه محتفظ بصورتها بيقول لها دي أجمل بنت أنا شفتها في الدنيا، وبتمنى إن أقابل واحدة شبهها مرة تانية. بعدها إليزابيث بتفكر إزاي إنها تخليه يعجب بيها وتكون شبه حبيبته القديمة. بتقرر إنها تروح لخبير تجميل عشان يكبر لها جسمها. لما بتوصل عند دكتور التجميل بتعرفه هي عايزة تعمل إيه، وبعدها بتسأل المساعدة بتاعته عن سعر العملية، فبتقول لها إن العملية هتكلف $10,000. فبتتضايق إليزابيث لأنها مش هتقدر تجمع المبلغ، ومش بيكون في حل قدامها غير إنها تكلم خطيبها القديم وتقول له إنها تعمل عملية خطيرة ومحتاجة $10,000. فبيقول لها إنها بتكذب وبيرفض إنه يديها المبلغ. فبتتضايق جدا ومش بتكون عارفة تعمل إيه. وبتكون إليزابيث عايشة في بيت واحد صاحبها، لما بيدخل بتقول له ملاقيش معاك $10,000، فبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بتروح إليزابيث المدرسة، وكالعادة بتسيب الطلاب يعملوا أي حاجة، مش بتشرح لهم وبتشغل لهم فيلم عشان يسيبوها تنام. بتخلص الحصة وإليزابيث بتاخد بالها إن في طالب معجب بزميلته وبيحاول إنه يتكلم معاها، وهي بتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بتيجي طالبة وبتقول لها إن المدرسة عاملة مشروع غسيل عربيات، والطلبة هم اللي بيشتغلوا في المشروع تحت إشراف مدرس من المدرسة. فبتقول لها إنها مش مهتمة بكلامها، لكن الطفلة بتقول لها إنهم جمعوا $6,000 من المشروع ده وإنه بيجيب لهم مكسب رهيب. في الوقت ده بتقرر إنها تكون المسؤولة عن المشروع. بتروح بسرعة على مكتب المدير وبتاخد بالها إنه مهتم جدا بالدلافين، فبتشتغل وبتقوله إنها بتحب جدا الدلافين وإن الدلافين أجمل مخلوقات في الدنيا. وأول ما بينبهر بكلامها بتطلب منه إنها تكون المسؤولة عن مشروع غسيل العربيات، لكنه بيقول لها إن إيمي صاحبتها هي المسؤولة عن المشروع من زمان. فبتقوله إنها أكيد تعبت من الشغل بقى وهي حابة تريحها، فبيوافق المدير وبيخليها تمسك المشروع. وتاني يوم بنشوف إليزابيث وهي بتغسل العربيات مع الطلاب، وبتحاول إنها تلفت نظر الناس ليها.
وفي الوقت ده بيجي سكوت المدرس الجديد اللي بتكون عايزة ترتبط بيه، وبيكون معاه عربية غالية جدا. أول ما بتشوف شكل العربية بتروح له وبتطلب منه إنهم يخرجوا مع بعض، لكنه بيرفض، بيقول لها إنه عنده ميعاد مع عيلته ومش هيقدر يتأخر. فبتتضايق إليزابيث، وبعد ما بتخلص شغل بتفضل تعد الفلوس وبتحاول إنها تجمع مبلغ العملية. وزميلتها إيمي بتشوفها وهي بتعد الفلوس فبتتضايق إنها خدت مكانها. بعدها بتروح للمدير الحمام وبتقول له إن إليزابيث بتستغل شكلها وبتضحك على أولياء الأمور، لكن المدير بيقول لها هو ده وقته. بعدين إليزابيث بتشوف شغلها وأولياء الأمور مبسوطين باللي هي بتعمله، وبيطلب منها إنها ما تتكلمش تاني في الموضوع. تاني يوم بيكون أولياء الأمور كلهم مجتمعين مع إليزابيث وبيعرفوها إن ولادهم مستواهم بقى وحش جدا في الدراسة، لأنها مش بتشرح لهم وبتسيب الفصل وبتنام وبتخلي الطلاب يتفرجوا على الأفلام. لكنها بتقول لهم إن دي خطة وإنها بتعلم الطلاب بطريقة غير مباشرة عشان يكتسبوا خبرات جديدة في الحياة. وكل ده بيكون كلام ملوش لازمة لأنها مش عارفة تقول لهم إيه. وبعد الاجتماع بتتكلم مع أولياء أمور الطلاب عشان تقنعهم إن ولادهم محتاجين دروس خصوصية، لكنهم مش بيسمعوا كلامها. فبتدور على طريقة تانية عشان تجمع بيها فلوس العملية. فبتدور في المدرسة وبتاخد أي حاجة تلاقيها وبتبيعها عشان تجمع فلوس العملية وترتبط بسكوت. في الوقت ده بنشوف إيمي وهي مع سكوت، بنعرف إنها معجبة بيه وبتكون جايبة له كتاب هدية بمناسبة الكريسماس. بيكون باين على سكوت هو كمان شكله معجب بيها. وبنروح لإليزابيث اللي بتكون قاعدة تحشش في العربية. بتيجي واحدة من الطلاب ولما بتشوفها إليزابيث بتقول لها إنها بتشرب علاج الدكتور كتبه لها لأنها تعبانة يا عيني، لكن البت بتكون فاهمة إن ده حشيش. فبتديها كيك وبتقول لها تنصحيني بإيه عشان أكون ناجحة في حياتي. فبتقول لها ما تعمليش غير الحاجة اللي أنت بتحبيها، وبتسيبها وبتمشي. بعدها بيكون كل المدرسين معزومين على حفلة وإليزابيث بتروح، وبنشوف كل المدرسين وهم بيرقصوا ومبسوطين. في الوقت ده بيجي جاك مدرس الألعاب وبيطلب منها إنهم يشربوا حاجة مع بعض، فبتقول له أنا مش موافقة. وأول ما بتشوف سكوت بتجري بسرعة عشان ترقص معاه. وأثناء ما هما بيرقصوا بيفاجئها سكوت وبيقول لها إن في بنت شغالة معاه في المدرسة وهو معجب بيها جدا لكنه مكسوف يتكلم معاها، وبيطلب منها تنصحه يعمل إيه. إليزابيث بتكون فاكرة إنه بيتكلم عليها فبتقول له تعالى معايا، وبتاخده وبيقفوا لوحدهم. بتكون مستنياه إنه يقول لها إنه معجب بيها لكنه بيقول لها إنه معجب بإيمي صاحبتها ومش عارف يصارحها إزاي. فبتتعصب إليزابيث وبتقول له إن إيميلي وحش وحقودة وكمان عايزة ترتبط بيه عشان طمعانة في فلوسه وعايزاه يصرف عليها، وبتقول له إنها هتعمل عملية تجميل عشان تعجبه ويرتبط بيها، لكنه مش بيرد عليها. فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي وبتروح لجاك. بيقعدوا مع بعض وبيشربوا مخدرات. في الوقت ده جاك بيقول لها إنه بيحبها وبيطلب منها إنهم يرتبطوا، وبيقول لها إنه عرف من صاحبتها إنها عايزة تعمل عملية تجميل، وبيقنعها إنها جميلة ومش محتاجة عملية، لكنها مش بترد عليه وبتكمل شرب. بعدها بتسيبه وبترجع البيت وبتفضل تشرب في مخدرات. بتلاقي الولاعة فاضية فبتضطر تنزل تشتري ولاعة، لكنها بتلاقي كل المحلات مقفولة. وقبل ما تمشي بتشوف طالب عندها في المدرسة اسمه جاريت، بيكون هو نفس الولد اللي كان معجب بزميلته، ووالدته بتطلب من إليزابيث إنها تقضي معاهم الكريسماس. فبتوافق إليزابيث، ولما بتروح البيت عند جاريت بتلاقي كل عيلته موجودة وبيفضلوا يحتفلوا ويغنوا، لكن إليزابيث بتفضل تاكل ومش بتهتم باللي هما بيعملوه. بعدها جاريت بيسمع إليزابيث الشعر اللي كتبه لزميلته وبيطلب منها إنها تساعده عشان يرتبط بيها. وإليزابيث بتقول له عشان توافق إنها ترتبط بيه لازم يغير من شخصيته وشكله وطريقة لبسه، وساعتها ممكن تعجب بيه. وبتقول له إن كل البنات بتهتم بالمظاهر. تاني يوم بنشوف إليزابيث في المدرسة وبيجي سكوت وبيطلب منها إنها تحضر معاه حفلة للفريق بتاعه، فبتوافق إنها تروح معاه. في الحفلة بنشوف سكوت وفرقته وهم بيعزفوا، وسكوت بيقول للموجودين إن الأغنية الجاية كاتبها للبنت اللي بيحبها، وبيبدأ يغني الأغنية. وإيمي بتكون مبسوطة جدا وبتعيط لأنها بتحب سكوت، لكن إليزابيث بتكون متضايقة جدا وبتقرر إنها تمشي وتسيب الحفلة وبتاخد صاحبتها وبتمشي. في الطريق إليزابيث بتسأل صاحبتها ليه سكوت حب إيمي وما حبهاش هي مع إنها بتعمل كل حاجة عشان تلفت نظره. فصاحبتها بتقول لها إنها جميلة جدا وهتبقى أجمل بعد العملية وكل الشباب هيعجبوا بيها. بعدها بتقول لها إن في امتحان الوزارة عاملاه والطالب اللي هيطلع الأول المدرس بتاعه هيتعمل له تكريم كبير وهياخد مكافأة $6000. فبتتعصب إليزابيث لأنها افتكرت إنها مش بتشرح للطلاب أساسا وبتخليهم يسمعوا أفلام، وبكده مفيش ولا طالب من عندها هيقدر يطلع الأول. تاني يوم بتروح المدرسة بحماس وبتسأل الطلاب في المنهج، لكن مش بتلاقي حد عارف حاجة، وده لأنها ما كانتش بتدرس لهم. في الوقت ده بتقول لهم إنها تبدأ تشرح من الأول واللي مش هيذاكر درسه هتعاقبه. وفعلا إليزابيث بتهتم جدا بالطلاب وبتشرح لهم كل يوم وبتتابع مستواهم، ومع الوقت كل الطلاب بتبتدي تتحسن وبتكون مصرة إن طالب من عندها يطلع الأول عشان تاخد الفلوس وتعمل العملية. بعدها بنشوف إيمي وهي قاعدة مع طالبة من طلاب إليزابيث وبتسألها لو كانت إليزابيث بتعمل أي حاجة غلط،
بتكون عايزة تقول للمدير عشان تخليها تسيب المدرسة، فالطالبة بتقول لها إنها شافت إليزابيث وهي قاعدة في العربية بتحشش. إيمي بتستغل الفرصة وبتروح مكتب المدير وبتعرفه إن الطلاب بيشوفوا إليزابيث بتحشش، لكنه مش بيكون مصدقها، فبتتعصب وبتمشي. في الوقت ده إليزابيث بتكون عاملة امتحان للطلاب عشان تشوف مستواهم، بيكون جايبين درجات حلوة جدا، لكن إليزابيث بتتضايق لأن مفيش ولا واحد من الفصل حل الامتحان كله صح، لأنها عايزة طالب يكون متفوق ويقدر إنه يجيب الدرجات النهائية في امتحان الوزارة عشان تاخد الفلوس. ولما بتلاقي إنه مفيش حل بتستخدم طرق غير شرعية وبتتنكر عشان تروح لسكرتير الوزير اللي هيحط الامتحان، وبتقعد معاه وبتحاول إنها تتعرف عليه. في آخر اليوم بتطلب منه إنها تعمل معاه علاقة في المكتب بتاعه، فبيوافق بسرعة وبيروحوا المكتب. في الوقت ده إليزابيث بتحط له مخدر في المشروب بتاعه وبتسيبه وبتروح الحمام، ولما بترجع بتلاقيه مش في وعيه، فبتاخد نسخة من الامتحان وبتمشي. بعدها بيقدروا الطلاب إنهم يجاوبوا في الامتحان، والمدير بيكرم إليزابيث لأن الفصل بتاعها هو أكتر فصل جايب درجات في الامتحان، وبتاخد شيك ب$6000. بتبقى مبسوطة جدا لأنها هتعمل العملية. في الوقت ده بيجي سكوت وإيمي عشان يهنوها، وإيمي بتفضل تضايقها وبتعرفها إنها ارتبطت هي وسكوت وإنهم هيشرفوا على الرحلة للمدرسة عاملاها للطلاب، فبتضايق إليزابيث. وبعدها بتروح لعيادة التجميل عشان تدفع فلوس العملية، وبتكون مبسوطة إنها أخيرا هتعمل العملية. وتاني يوم بتروح فصل إيمي وبتحط لها تفاحة مضرة عشان تطلع لها حبوب في وشها، ولما بتدخل إيمي الفصل بتشكر الطلاب على التفاحة وبتاكلها، بعدها بيطلع لها حبوب في وشها. ومدير المدرسة بيطلب من إليزابيث إنها تكون هي مشرفة على الرحلة مع سكوت لأن إيمي تعبانة ومش هينفع تروح، وإيمي بتكون متضايقة منها لأنها عارفة إن هي اللي عملت كده. بعدها بتروح إيمي لفصل إليزابيث وبتسرق المكتب بتاعها، وبتلاقي في المكتب درج مقفول بالمفتاح، فبتجيب نجار عشان يفتح لها الدرج. ولما بتفتح الدرج بتلاقي فيه نسخة من امتحان الوزارة اللي إليزابيث سرقته، فبتروح للسكرتير اللي حط الامتحان وبتقول له إنه غشاش لأنه سرب الامتحان لإليزابيث، لكنه بيقول لها إن إليزابيث كانت سهرانة معاه وأكيد هي اللي سرقت الامتحان. بعدها بتروح بسرعة لمدير المدرسة وبتعرفه اللي حصل وبتطلب منه إنه يعاقب إليزابيث. وبنروح لإليزابيث اللي بتكون مع سكوت في الرحلة، بتحاول إنها تقرب منه لحد ما بتقنعه إنهم يعملوا علاقة مع بعض، وبتاخد موبايل سكوت وبتكلم إيمي عشان تخليهم ينفصلوا. وتاني يوم واحد من المدرسين بيتكلم مع الطلاب وبيقول لهم إن الشخص الناجح لازم يبقى شخص شجاع عشان يقدر يعمل كل حاجة بيحبها. في الوقت ده جاريت بيتحمس وبيقول لصاحبته إنه بيحبها وسط كل الطلاب، وكل الموجودين بيكونوا مستغربين من تصرفه، لكن صاحبته بتحرجه وبتقول له إنها مش بتحبه، فبيتضايق وبيمشي بسرعة وبيكون حزين جدا. فبتروح إليزابيث وراه وبتقول له اعمل اللي أنا قلت لك عليه، غير لبسك وطريقتك، وساعتها كل البنات هتعجب بيك. بعدها بنشوف إيمي وهي بتزعق مع إليزابيث لأنها عملت علاقة مع سكوت وهي عارفة إنهم مرتبطين، وبتعرفها إن المدير وسكرتير الوزير عرفوا إنها سرقت الامتحان وإنها هيتحقق معاها بكرة. فبتروح إليزابيث لصاحبها وبتديله ظرف وبتطلب منه إنه يوديه لسكرتير الوزير. فعلا بيروح صاحبها للسكرتير وبيديله الظرف اللي بيكون فيه صور ليه وهو عريان وقت ما كان متخدر، فبيعرف إن إليزابيث بتهدده. وبتروح إليزابيث المدرسة وبيجي السكرتير وبيقول إنه أول مرة يشوفها وإنها ما راحتش المكتب عنده، فبتتضايق إيمي جدا وبتقول للمدير إن إليزابيث بتشرب مخدرات. إليزابيث بتقول للمدير يطلب الشرطة عشان يجوا يفتشوا مكتب إيمي ويلاقوا فيه هو مخدرات. فعلا الشرطة بتيجي تفتش مكتب إيمي وبيطلعوا منه مخدرات لأن إيمي نسيت ترجعه بعد ما سرقته. وفي نهاية السنة المدير بيعمل لهم حفلة عشان يكرمهم، وإيمي بتقول إنها هتسيب المدرسة. بعدها سكوت بيقول لإليزابيث إنه معجب بيها لكنها بترفض إنهم يرتبطوا. بعدها إليزابيث بتروح لجاك وبتقول له إنها معجبة بيه، فبيرتبطوا وبيخلص فيلمنا على كده. يا ريت لو عجبك ملخصنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك كده في القناة عشان تجيلك كل ملخصاتنا اللي جاية. أشوفكم على خير، سلام.